السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ الهمة السعدية. وصفتنا اليوم بريوات بالبطاطا والمعدنوس، كيجو ساهلين واقتصاديين. غادي ندوز معكم المكونات. غادي نجمع ما بين البطاطا والمعدنوس، البطاطا اللي سلقتها ومعستها بواسطة فرشيط. صافي زدت عليها شويه الملحة وطريطيقة ديال الابزار وخلطتهم حطيتهم على جنب. هنا عندي رابعة ديال الورقة، نتوما غادي ديروا الكمية على حساب افراد العائلة. بالنسبة للمبتدئات يعبروا بحال هكا كما كتلاحظوا في الصورة ويقطعوا بواسطة مقص. هنا راه درت الورقة في الميكا باش ما تنشفش ليا. صافي وخلطت شوية ديال الدقيق مع الماء باش كنسد. ولاحظوا هنا راني كنجمع في البريوات. تبارك الله السيدات كلشي كيعرف يطوي البريوات بالطريقه ديالو، فقط للتوضيح لبعض المبتدئات. صافي كنسد بحال هكا بالدقيق اللي خلطته مع شويه ديال الماء. صافي وغادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. راه كتخرج كميه لا باس بها، وانتم غادي ديروا على حساب افراد العائله. بالنسبه لي انا صايبت هاد البريوات واستغنيت على بزاف ديال الاضافات باش يكونوا في متناول الجميع. صافي هنا درت واحد الكاسرونه فيها الزيت كتسخن. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا البريوه. صافي غادي نحط البريوات يتقلاو وكنقلب من الجهتين حتى كياخذوا اللون الذهبي، وكنقدموهم بالصحه والراحه. كيجو لذاذ رائعين سهلين واقتصاديين. ما تنسونيش من الاشتراك والضغط على الجرس. دمتم في رعاية الله، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.